بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ان شاء الله كامل تكونوا بخير البنات. ان شاء الله فيديو تاعي تلقاكم كامل بخير. وصفتنا اليوم هي هذه الدجاجه الحمراء. اليوم راني عارف دهنا على الدجاجه الحمراء بالزيتون ولاصوص. يجيب لنا ما شاء الله من اروع ما يكون. عذرا على الاصوات الاضافيه والاصوات المزعجه هذه، راكم تعرفوا انه مع العطله ومع الصيف ومع الويكاند راهي الاطفال دايره حاله في الشوارع. المهم البنات الله المستعان. هنايا كيما راكم تشوفوا البنات جبت التوابل باش نماريني الدجاجه نتاعي. هنايا بالنسبه للمارينات عندي ثوم، راس الحانوت، الكمون، طماطم، ملح، معدنوس، رند. راني درك راح نعاود نكتب لكم في لا فيديو، واذا ما كتبتهمش في لا فيديو راني راح نكتبهم في صندوق الوصف. المهم البنات حطيت كامل في طبسي كبير ولا في بول كبير، حطيت عليها كميه معتبره من الزيت وحطيت كميه معتبره من الماء، يعني ما تكثروش بزاف، تكون كميه عاديه ما تكونش كميه بزاف. هنايا جبت الدجاجه نتاعي اللي كنت غسلتها ونظفتها مليح وشوطها ونحيت هذوك الزوائد. هنايا وانتم تمارينوا في الدجاجه نتاعكم حاولوا انكم ديروا بين الماريناد بين الجلده واللحم كما راكم تشوفوا البنات. نحاولوا انها تدخلوها وترووها مليح. في نفس الوقت تكون طيبت الرز نص طياب، درت له نفس التوابل اللي كنت درتهم في الدجاجه، حطيتها حركت مليح وكنت ما درتش الزيت، ما درتش الرز الزيت. هنايا حطيت هذيك الدجاجه بديت نحشي فيها بالرز كما راكم تشوفوا. تحبوا ديروا رز اصفر بصح انا درتو ابيض. عمرت الدجاجه نتاعي كومبلي كما راكم تشوفوا ودرت عليها رند. الرند هو سر البنه يا البنات، ما تنساوهش. واذا استغنيتوا عليه اكيد الدجاجه تاعكم رايحه تجيكم بنينه، بصح ماهيش رايحه بالرند، راح تجيكم بالبنه مش نورمال. هنايا حاولت اني نربطها بالخيط كما راكم تشوفوا، نربطها كامل على الاطراف ونحاول اني نزيرها باش ما تفتحليش في لاكوكوت وما تفتحليش من بعد كود نقلي فيها. المهم البنات انا هنايا بعد ما ربطتها في الكويس والكوتي تاع الكويس والكوتي تاع الجنحه، جبت الكوكوت نتاعي اللي كنت درت فيها كميه نتاع الزيت، درت فيها كميه نتاع فلفل طرشي كنت سكرفشتو، درت فيها البصل، درت فيها طماطم مصبره، ودرت فيها طماطيش حب كنت سكرفشتو، وبلا ما ننساو الملح. انا ما درتش توابل هنايا في هذه الصلصه لان الدجاجه تاعي راهي متبله. هنايا حركت كل المكونات مع بعضهم بارد في بارد كما راكم تشوفوا، وحطيت الدجاجه نتاعي يعني كما راكم تشوفوا البنات. حاولوا انكم الدجاجه تاعكم تكون صغيره وتكون معتبره مع لاكوكات، ما تكونش ضيقه وما تكونش كبيره بزاف. المهم البنات هنا بعد ما جمرت هذيك الدجاجه مع لاصوص كنت درت عليها شويه تاع الزيتون الاخضر، كان عندي قلت ندير لهم بالزيتون الاخضر، خليتها تطيب جوست نصف ساعه. هنايا بعد ما طابت لي الدجاجه تاعي البنات شوفوا الله يبارك ما شاء الله، غير دخلوا الموس وتخرجوه تسيبوها طابت. يعني الدجاج ما نعرفوش انه فيه روح بزاف خاصه في لاكوكوت راهي ما يديش وقت باش يطيب. انا هنا الدجاجه تاعي اعتمدت اني نحمرها في المقله، ما اعتمدت اني ما نحمرهاش في الفور، لاني المره اللي فاتت كنت درتها بالفور، اليوم قلت نديرها بالمقله سخفت عليها كيما هكا. المهم كنت قليت شويه الفريت اكوتي، حطيت الدجاجه نتاعي درت عليها هذيك لاصوص الله يبارك مجمره الله جاتني بنينه ما تامنوش عقلكم. حطيت هذيك لاصوص فوق الدجاجه ودارنا تعشاو بها مع السلطه والمطلوع، ياكلوا ويشكروا، يقول لك حوحو يشكر. انا حاولت اني نحي لكم العظم بصح شوفوا لي العظم راهو طار وحده. هنا النتيجه انه الدجاجه نتاعي راهي طايبه زبده. ما تنسوش تبارطاجوا لي تطبيقاتكم عبر الفيسبوك انستغرام تيك توك. وكم ما حبيتي شهيتكم بجنة، دمتم في رعايه الله وحفظه. ما تنسوا لي الجام وباي.